اولا وويلكم لرابع فيديو هنزله على اليوتيوب. انا اسفه جدا اني ما نزلتش فيديو امبارح، ما تظلمونيش، انا مش متخاذله، ولكن انا بعد ما صورت الفيديو وانا بعمل اديتنج للفيديو اكتشفت ان في جزء كامل يا ما تصورش يا تصور وانا دلته بالغلط، فعطل فني. ولكن انا قررت ان انا هصور الفيديو النهارده وهنزل الفيديو النهارده عشان ما فوتش اسبوع من غير ما انزل الفيديو وعشان ما ابقاش متخاذله. ايه رايكم فيها؟ شكرا، لا داعي للتصفير. الفيديو ده مهم جدا، ده فيديو بيتكلم على موضوع بجد بقى قريب الى قلبي جدا. ومش انا بس اللي بعاني من ده، كلنا بنعاني من ده بنسب متفاوته. قبل ما نبدا الفيديو عايز اسالكم سؤال واحد، وهو ليه مش بنحب نفسنا؟ تقدروا تجاوبوني ليه مش بتحبوا نفسكم؟ قولوا لي اسبابكم، يمكن انتوا عندكم سبب انا ما اعرفوش، بس انا متاكده ان ايا كان السبب فهو مش سبب كده. ليه مش بنحس ان احنا قادرين بجد نشوف نفسنا؟ بنسمع الناس اللي حوالينا بتقول لنا كلام كويس عننا واحنا مش مصدقين ان الكلام ده عن نفسنا. ليه دايما جوانا صوت في دماغنا عمال يقول لنا انت وحشه، انت تخينه، انت غبي؟ الصوت الجميل ده خلينا اصلا مش قادرين نقعد لوحدنا، كتر ما احنا مش قادرين نسمعه. الحقيقه ان حب الذات ده مش حظوظ، يعني مش ناس بتتولد بيه وناس تانية ما بتتولدش بيه. حب الذات وعدم حب الذات ده ليه اسباب عميقه جدا جدا وجذورها بعيده جدا. هنلبس بدل الغطس دلوقتي ونخش نجيبها وهنقتلع هذه المشكله من جذرها عشان نتخلص منها للابد. وانا بعمل الفيديو ده I made sure ان انا احاول ان انا اجمع معظم النظريات النفسيه اللي بتتكلم على موضوع حب وتقبل الذات، علشان يبقى الفيديو ده هو الفيديو الوحيد اللي انتم محتاجين تتفرجوا عليه علشان تقدروا تفهموا ليه مش بنحب نفسنا وازاي بجد نشتغل ان احنا نحب نفسنا بخطوات ايجابيه واقعيه يسهل تنفيذها، مش ضرب من الخيال العلمي ولا دش وخلاص. عشان انا بتخانق قوي من الفيديوهات اللي كانت بتديني امل وبعدين في الاخر تسحب مني الامل في اخر الفيديو، اطلع انا ما فهمتش اي حاجه، ضيعت باقه وخلاص. يلا نبدا الفيديو وما نضيعش وقت. 1. الاسباب. هنا هنتكلم على الاسباب الاساسيه اللي بتؤدي ان احنا ما نبقاش بنحب نفسنا. انا حصرتها في 5 اسباب. واول سبب وهو نظريه التعلق منذ الطفوله، بمعنى الطفل بيتعلم الحب منين؟ الطفل بيتعلم الحب وكل حاجه من اهله، الاشخاص اللي هم المفروض مصدر الحب والامان والرعايه والحنان، كل حاجه للطفل ده، فبيتعلم كل حاجه منهم. فلو الطفل ده اتربى على قسوه شديده، حب مشروط، اهمال، خذلان، اي نوع من انواع عدم الحب، ده بيؤدي الى نتيجه واحده، ان الطفل يحس ان هو مش كفايه وانه ما يستحقش الحب. هتقولوا لي يعني ما كلنا اتربينا كده. مي هقول كذا حاجه في الموضوع. مش كل الناس الرياكشن بتاعها او رد فعلها لنفس الصدمه واحد. يعني ممكن 2 يبقوا عايشين مع بعض في نفس البيت وحاجه تاثر في شخص جدا، تاثر عليه بشكل كبير قوي وتحدد شكل شخصيته عامل ازاي، واخوه عايش معاه في نفس البيت وما تاثرش خالص بالموضوع ده، بس اخوه حصل حاجه اثرت فيه جدا وما اثرتش في التاني. وجابور ماتيه ليه كلمه حلوه جدا، انه مفيش اخين عاشوا في نفس البيت، بمعنى انه كل واحد وعنده تجربه مختلفه عن التاني، احنا مش استنباط من بعض، كل واحد فينا رد فعله بتاعه مختلف، التربيه بتاعته، والنتيجه هتطلع ده شخص وده شخص، ايفن ان هما الاثنين عاشوا في نفس البيت وعاشوا تحت نفس الظروف. دي اول حاجه هقولها. تاني حاجه هقولها وقلتها في كل الفيديوهات اللي قبل كده وغالبا هقولها في كل الفيديوهات اللي بعد كده، احسن كلمه اتقالت لي في الثيرابي: اللي حصل لك زمان ما كانش غلطتك، انتي مش السبب في اللي حصل لك زمان، ولكن دلوقتي هي مسؤوليتك لتغيير الواقع، هي مسؤوليتي ان انا اغير اي حاجه انا مش راضي عنها او مش حباها، ولو فضلت مكمله بيها لا الومن غير نفسي، انا بس اللي اتلام على ده، لانه انا اللي مش عايزه اغير الحاجه دي. نتيجه بقى ان الطفل بيبقى متعلق باهله وان اهله ما بيدوش الحب وبتاع، ان هو ما بيحسش انه كفايه، ان هو بيحس ان اي رفض او اي نقد بتفتح الجرح القديم ده. طب ايه يعني ما تفتح الجرح القديم؟ هنفتح الجرح القديم يعني هنشد السنان. ده بقى بيعمل تريجر عند البني، يعني حد هيستفز الموضوع في ده فيا، هعمل ايه؟ وبعدين اخش انهار في الحمام. والله التريجر ده جالي بان انا جالي لحظه عاطفيه وقعدت اعيط ان انا انهارت في وشكم كلكم، جننت عليكم. يعني هي ايه؟ هتيجي زي ما تيجي. وتاني نظريه هي نظريه المقارنه. زمان وانا صغيره كانت نظريه المقارنه بتقتصر على بصي بنت خالتك شاطره ازاي، بصي شكلها حلو ازاي، بصي شعرها حلو ازاي، حضرتك انا مالي، حضرتك ارجع للسورس، حضرتك متضايقه من شكلي انت كلمي خدمه العملاء لا تلومن الا نفسك. فزمان كانت المقارنه مختلفه، دلوقتي المقارنه بقت واسعه جدا لانه السوشيال ميديا حاجه رهيبه يا جماعه. البنات كلهم حلوين
تخين تعمين رفيعين بطنهم لازقه في قفاهم، انا مش عارفه البنات دي بتاكل ايه. انا شخصيا بقارن نفسي بيهم. منفتح قوي، صعب قوي ان احنا ما نقارنش نفسنا ده، ودماغنا بتعمل ده عشان تحفزنا عشان نبقى احسن، ولكن اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنكتئب وبنتضايق وبنحس ان احنا عمرنا ما هنوصل لده، فده بيخلينا نبقى. مشكله المقارنه في كذا حاجه. لما انا بقارن نفسي بحد انا مش شايفه الشخص ده شخص عادي بقول الله دي عندها حاجات حلوه، لا، شايفها فوق، حطها فوق في مكان عالي بعيده اصلا مش عارفه اوصل لها، فبالتالي ده حطينا انا فين؟ لما انا بصلها كده لفوق حطينا انا تحت. هي دي المشكله الاساسيه. لما بقارن نفسي بحد بحط الشخص ده على بادستل، على حاجه عاليه جدا، وبالتالي ده شوفني تحت قوي وهم فوق قوي. فانا ربطت قيمتي بحاجه برايا، وربطت سعادتي بحاجه برايا، ومش بس برايا وفوق بعيده المنام. المقارنه هي وصفه لتدمير الثقه بالنفس. فانا ربطت قيمتي بشخص تاني وقللت من قيمتي. ثالث نظريه وهي بقى كارثيه، الناقد الداخلي، ما يطلق عليه فرويد السوبر ايجو. فرويد قال ان في جزء في دماغنا هو المراقب ده هو السوبر ايجو او الانا الاعلى. المفروض ان الانا الاعلى دي لما بتتعرض واحنا صغيرين ان احنا بيبقى فيه دعم اللي هو بيوجهنا يقول لنا نعمل كذا كويس، بيخلينا نبقى احسن يعني نوعا. ولكن المراقب لما بيتربى زي ما قلنا كده على الطفل الاولاني على الاهمال وعدم الحب وعدم الاهتمام، السوبر ايجو ده بيتحول الى شخص ناقد فقط. صباح الخير، يوم جديد، تبصي في المرايه يروح قايل لك ايه القرف ده، اليوم خلص اللي بعده نيكست. الناقد الداخلي ده على طول موجود في دماغنا، كلنا عندنا الصوت ده بس بتفاوت وبيستخدم الفاظ مختلفه بقى. كل واحد بقى وايه والناقد الداخلي الناقد الداخلي ده زي ما قلنا المفروض ان هو يستخدم قواه للخير، ان هو يدفعني ان انا ابقى احسن، وبيدفعني الى السقوط الى الهويه اللي على طول شغال. الناقد الداخلي ده اللي بيخلي اي غلطه مهما كانت صغيره، زي مثلا ان انت تقولي حاجه مش في محلها، خلاص تخطينا الموضوع عدى، يعني ما تحسي ان انت عديتي من الموضوع يقول لك ايه الهبل اللي انت قلتيه الصبح، خلاص ما خلاص ده باست تنس، الزمن الماضي اللي عدى وليس باست كونتينيوس، يعني مش مكمل معانا، بس هو بقى كونتينيوس بقى معايا، وهو بيحول اي غلطه مهما كانت بسيطه الى جلد ذات. خلص على اي فكره كويسه كانت بتمر في دماغك، انا هخلص عليها النهارده. رقم 4 التروما. كلمه تروما اتحرقت قوي بتتقال على اي حاجه، فخلينا نشرح ما هي التروما. التروما هي الصدمه. ايه ده بس خلاص كده، امال انت فاكر ايه؟ موقف امر بيه كان صادم بالنسبه لي يعمل لي تروما. ممكن ناس تانية تمر بنفس الحاجه ما يعملهاش تروما. فالصدمه دي ممكن تكون سواء اهمال، سواء خذلان، سواء تنمر، سواء عنف، بتسبب جوه الانسان احساس بانه قليل وما يستاهلش، فدي حاجه قاسيه جدا. الجرح ده بيتخزن في الذاكره الانفعاليه، بيتخزن في جسمنا، فعشان كده بقى في اكسرسايزز كتيره قوي بتقول لنا انواع تنفس معينه او تمارين معينه علشان نطلع التروماز او الصدمات اللي متخزنه جوه جسمنا. التروماز بتاثر على علاقتنا بنفسنا طوال حياتنا اذا لم نعالجها بشكل مظبوط، واذا لم نهتم بيها وتجاهلناها وكنسناها تحت السجاده، لان ده خطا شائع ان احنا نعمل ده ونفتكر ان احنا تخطينا. كنسل حاجه تحت السجاده ما بينضفهاش، ده مجرد بيخفيها من على الوش وفجاه هتطلع في وشنا. رقم 5 التاثير المجتمعي. في رسائل مجتمعيه او العالم عامه دلوقتي بيوجهنا توردز حاجات، يعني كل واحد عنده تشيك ليست معينه، تك تك، لو انت ما عملتش الحاجات دي تبقى فاشل، لو انت ما عملتيش الحاجات دي تبقي مش حلوه، لو انتوا ما عملتوش الحاجات دي تبقوا لا تستحقوا اصلا ان انتوا تبقوا موجودين على هذه الحياه. شكلنا شكل معين، طريقه حياتنا حياه معينه، كل حاجه بقت موجهه، من اول شكلنا ان احنا نبقى استنباط من بعض ومحدش فينا عنده ستايل، كلنا شبه بعض، تشيك ليست معين. فالتوجيه المجتمعي ده من اكتر برضو الحاجات اللي بتؤدي ان انا نظرتي عن نفسي ممكن ما ابقاش راضيه عنها. الجزء الثاني ازاي نتخطى. فمن اول الجزء ده بقى ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل، علشان من هنا هنبدا بقى ايه الخطوات الايجابيه الفعاله ان احنا نتخطى. رقم 1 الوعي. وعي ان احنا نقدر نعرف الفرق ما بين الصوت الداخلي بتاعنا اللي هو صوتنا اللي من دماغنا، وصوت الناقد الداخلي اللي هو اتزرع جوانا بقى من واحنا صغيرين. ناس كانت بتقول لنا حاجات معينه فضلوا يكرروها لنا كتير لدرجه ان احنا في اعتقادنا ان ده بقى صوتنا وان دي رؤيتنا عن نفسنا، بس هي دي مش رؤيتنا عن نفسنا ولا ده صوتنا. هنبقى واعيين انهي فيهم اللي صوتي وانهي الصوت الناقد الداخلي اللي هو مش، وفي نقطه من دول هتقول لنا بالظبط ازاي نقدر نعمل ده بشكل. رقم 2 اعاده التعلق. نعيد تربيه طفلنا الداخلي، ان انا اتعلم اكون الاب او الام الواعيه الداعمه اللي انا كنت محتاجاها، اقدم لنفسي نفس الدعم والحب والحنان اللي انا كنت محتاجاه وما زلت محتاجاه. على فكره احنا بنفضل محتاجينه بقيه حياتنا مش بس واحنا اطفال. اسالوا نفسكم انا محتاجه ايه دلوقتي علشان احس بالامان، وادي لنفسي نفس التعاطف اللي انا اتحرمت منه. 3 اوقف المقارنه. هوقف المقارنه عموما، مش هقارن نفسي بحد. كل ما هقول
يا ريتني كنت حلوه زيها. هبص لنفسي كده اقول لها احنا ما بنقارنش نفسنا بحد، واحنا حلوين زي ما احنا. واخده بالك؟ انا من النهارده هوقف ان انا اقارن نفسي بحد. رحله كل واحد مختلفه عن التاني، فانا هركز على رحلتي. انا مش متاخره على حاجه، كله هيجي في وقته، ولما هبقى مستعده لده هعمله. وهركز على حياتي انا. رقم 4، تغيير الحوار الداخلي. هنا بقى هقول لكم التركه بتاعت ازاي نعرف صوتنا من صوت الناقد. كل ما يجي يطلع صوت الناقد اللزوق بتاع انت فاشله، اقول له لحظه واحده، فين الدليل؟ ليه هو انت مش امبارح صورتي وبعد ما صورت اكتشفتي ان انت في جزء ما صورتيهوش او باين دلتيه وده مش فاشل؟ اقول له لا دي غلطه عادي، وحرفيا ندمان عليها زي الفنان هاني شاكر، ولكن ده مش معناه ان انا فاشله. فكل ما هيطلع لنا الصوت هنقول له فين الدليل، ولما هيدينا الدليل لازم احنا نرد عليه بانه حتى لو احنا عملنا حاجه غلط، انا مجرد انسان طبيعي اكشلي ان انا اغلط واتعلم من غلطي وارجع اغلط تاني، يا في نفس الحاجه يا في حاجه تانية، وارجع اتعلم من غلط. بني ادم عباره عن انه بيغلط ويرجع، احنا بني ادمين، مهم ان انا اتعلم من غلط. رقم 5، التعافي من الصدمات. عندنا التعافي من الصدمات ده مقسوم الى جزئين. الجزء الاول وهو للاشخاص القادره على طلب الدعم، ثيرابي او اي حاجه من الحاجات دي، ده جزء. طب لو مش هقدر اعمل ده، مفيش القدره ان انا اعمل ده، او مش مقتنع وعايزه اشتغل عليها مع نفسي، هقول لك هتيأسيني؟ محضره شويه حاجات. رقم 1 وهي اعاده الاتصال مع نفسنا. بنمر بتروما، مش بنبقى كونكتد مع نفسنا، فمحتاجين نعيد الاتصال ده مع نفسنا ومع جسمنا. اعمل ده بكذا طريقه، حاجات زي اليوجا، الستريتش، حاجات حتى زي الرقص، نقعد في الطبيعه كتير لوحدنا، نتمشى في الطبيعه من غير مزيكا من غير اي حاجه، نمشي حافين على رمله او على نجيله او حاجه، نجات كونكتد باحساسنا بجسمنا وبنفسنا. التنفس العميق، ودي حاجه من اهم الحاجات اللي لازم نعملها، وهنعملها بطريقه 4-4-6. 4 شهيق، 4 نكتم، 6 زفير. دي من اكتر الحاجات اللي بتحسسنا بجسمنا، بتعيد التواصل بتاعنا مع جسمنا. الكتابه العلاجيه وهي الجورنالينج، ان احنا نكتب مشاعرنا، احساسنا، نكتب جوابات للناس اللي ضايقتنا وبعد كده نحرقهم. الجوابات مش الناس، نكتب ونعبر عن مشاعرنا بالجورنالينج. في ناس بتمشي معاهم، في ناس ما بتمشيش معاهم. اعيد صياغه القصه بتاعتي، بدل ما انا مسكينه ده كلهم جم على، من غير ده كله نقول انا انسانه قويه جدا ان انا مريت بكل ده وقدرت ان انا اتخطى ده وابقى موجوده النهارده. ومش بس كده، ده انا كمان بحاول ان انا اعالج الصدمات اللي عندي بحيث انها تبقى in my favor. انا بطله القصه دي، اعيد صياغه القصه على ان انا بطلتها. هتتكتب ازاي القصه؟ هنغير برضو طريقه كلامنا مع نفسنا، بدل ما اقول انا ضعيفه عشان كده بعيط، انا قويه جدا ان انا استحملت كل ده، اصلا ده انا جبل. احاول ان انا دايما ادخل في علاقات امنه، احاول اتاكد ان العلاقات اللي حواليا مش علاقات توكسيك ولا علاقات سامه بتضرني، علاقات امنه بتحسسني بالامان من اكتر الحاجات اللي الانسان عموما بيستفيد بيها وهو خلق روتين، مهما كان الروتين ده بسيط. ايا كان الروتين ده، ان انا بصحى بغسل سناني، بعمل لنفسي كوبايه قهوه، بقعد في البلكونه، ده روتين. ايا كان هو الروتين ايه. واخيرا وليس اخيرا، السلف كومباشن، وهو التعاطف مع الذات. كلموا نفسكم زي ما بتكلموا طفل عنده 7 سنين. كلموا نفسكم زي ما بتكلموا your best friend او اعز صديق ليكم. هتكلموه ازاي؟ هتقتتوه وتجلدوه علشان عمل غلطه، ولا هتقولوا له عادي ما كلنا بنغلط؟ كلموا نفسكم زي ما بتكلموا الناس اللي انتم بتحبوها. بارت 3 هو من اكتر الاجزاء اللي في الفيديو ده قريبه ليا، ايفن دو انه ما كانش مضطرين ان احنا نعمله، ولكن انا قررت ان انا احطه لان هتكلم فيه عن لسان لويز هاي. اللي ما يعرفهاش، هي احسن حد ومن اوائل الناس اللي اتكلمت في حب وتقبل الذات، فبليز ادخلوا اتفرجوا عليها. الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. كل الجزء ده مبني على نظرياتها. لويس كانت مقتنعه ان اي حاجه بنقولها لنفسنا كل يوم هي اللي بتحدد علاقتنا بنفسنا. فلو طول الوقت بجلد ذات، فطبيعي اصدق ان انا ما استاهلش ولا حب ولا حنان ولا امان، ولا اتعامل على هذا الاساس. وده بيأثر على كل قرارات، بنام الساعه كام وباكل ايه وبروح فين وبضيع وقتي فين. ولو بدأنا نغير كلامنا او حوارنا الداخلي مع نفسنا بالتدريج، دماغي وجسمي هيسمعوا الرساله دي ويستجيبوا ليها ويبداوا يتغيروا. فهنقول اهم التدريبات اللي كانت بتتكلم عنها لويس. رقم 1 الافرميشنز او التوكيدات اللفظيه. ليه دايما بنحس انها ما بتشتغلش في الاول؟ لان الصوت الناقد الداخلي بيبقى عالي جدا، ولكن مع الاستمراريه الموضوع بيتحسن كتير. هتقولي لنفسك الكلام ده: انا استحق الحب، انا كفايه زي ما انا بتقبل نفسي زي ما انا. في الاول هنحس ان الكلام غريب شويه، شويتين 3 4 ومش حقيقي، ودماغنا تقعد تقول لنا ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده، مش حقيقي اصلا. نقول لها ده رايك مالناش دعوه بيه. لكن صدقوني مع التكرار بيتخزن جوه العقل الباطن. رقم 2 الميرور وورك او تمارين المرايه، وده من اقوى التمرينات. ان انا اقف قدام المرايه وابص لنفسي في عينيا واقول انا بحبك ومتقبلاكي زي ما انت. وده من اقوى التمرينات اللي بتكسر صوت الناقد وبتعيد بناء علاقتنا مع نفسنا. صعب وممكن تعيطوا في الاول، او زي ان انتوا مش حابين التمرين او كارهينه. صدقوني مع الاستمراريه بيتخزن جوه عقلنا الباطن. انتوا قد ايه احنا بنبص لنفسنا في المرايه بس ما بنبصش لنفسنا في المرايه.
بنبص لنفسنا في المرايه واحنا بنحط ميك اب واحنا بنغسل سناننا وانت بتحلق دقنك، بس ما حدش بجد بيبص لنفسه في عينيه في المرايه. ما بنعملش هذا الكونكشن. فكروا فيها كده، اخر مره بصيتوا لنفسكم في المرايه بجد وبصيتوا لعينيكم في المرايه كانت ايه؟ رقم 3 الامتنان، وليس الامتنان في المطلق. انا هنا بتكلم على الامتنان لنفسنا. يعني كل يوم قبل ما بننام بنقول او بنكتب 3 حاجات احنا ممتنين ليها لنفسنا. يعني انا عملت لنفسي 3 حاجات كويسه النهارده. ممكن تكون ان انا حضرت لنفسي وجبه كويسه، ممكن تكون ان انا نمت بدري فلما صحيت كنت فريش اكتر. 3 حاجات عملناها لنفسنا كانت لطيفه، او 3 حاجات احنا ممتنين فيها لنفسنا. رقم 4 الاستبدال الواعي. كل مره هيطلع صوت الناقد الداخلي هقف، هاخد نفس 4 4 6 وهقول جوه نفسي بصوت عالي على فكره لو انا قاعده لوحدي، وايا كان الرد اللي انا هرده عليه. انا بتعلم وفخوره بنفسي ان انا مهما كانت كم المرات اللي انا وقعت فيها انا قدرت ان انا اقف تاني. غيري مش بيحاول اصلا ولا واعي اصلا، عايشين في نعيم الجهل. ولويس بتاكد وانا باكد ده اكتر انه مع الوقت مشاعرنا هتختلف وحوارنا الداخلي هيختلف. رقم 5 ودي مفضله ليا وكمان اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها، العنايه بالنفس كطقس حب. لاف ريتشوال، ان انا السلف كير بروسيس بتاعتي او ان انا هاخد بالي من نفسي هعملها كنوع من انواع طقوس الحب لنفسي. اعتبر اي روتين عنايه لنفسي مش ان انا بحط حيلا اي كريم وخلاص على وشي، لا، انا بعمل ده اللي هو انا بدي لنفسي الاهتمام والحب والرعايه اللي انا استحقها. لما يجي عليا يوم مش عايزه اعمل الروتين ده اقول لا، السلف كير ده او الحاجه دي مش رفاهيه، دي رساله حب ليا. بنقول انا بدي لنفسي اللي انا محتاجاه، الحب اللي انا استحقه والاهتمام اللي انا استحقه. واخيرا وليس اخيرا، بصوا احنا مش معنى ان احنا هنحب نفسنا او اتعلمنا ازاي نحب نفسنا ان احنا نفضل نحب نفسنا طول الوقت 100% من الوقت. ده مش طبيعي وده مش واقعي. ومش معنى كده ان احنا مش هيجيلنا لحظات ضعف ولحظات شك، عكس. بس في كل مرة هيجيلنا اللحظات دي، في كل مرة هنحس ان احنا بنضعف، او في كل مرة هنحس ان احنا عندنا لحظات شك، كل مرة هختار ان انا ارجع لنفسي. كل مرة هختار ان انا اقف في صفي، مش هقف ضدي. اوقات كتيرة جدا احنا اللي بنقف ضد نفسنا مش حد تاني. ففي كل مرة أنا هختار نفسي. والموضوع كله على بعضه مش دبشة واحدة هناخدها وهنبقى كويسين، لا، الموضوع خطوات وخطوات صغيرة كمان. دقيقتين بديهم لنفسي، بهتم بنفسي زي ما بهتم بكل اللي حواليا وبوزع اهتمام وحب وحنان ورعاية. حب الذات مش معناه أنا أولاً وبعدين يجي أي حد تاني، معناه إن أنا كمان مهمة، أنا كمان أستاهل الحب والحنان، مش بس اللي حواليا. مع الوقت صدقوني هنلاقي علاقتنا بنفسنا بقت أحن وبقت احسن وبقت اقوى. انا عايزاكم تجربوا الخطوات دي وتقولوا لي في الكومنت ايه اكتر حاجات حسيتوا انها فرقت معاكم، ولو حد عنده خطوات تانية يا ريت يشاركنا بيها في الكومنت. في نهايه الفيديو احب اشكركم على تحمل جميع الاصوات الغريبه اللي حواليا، فاحب اشكركم على حسن تعاونكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، شير، ابعتوا لاخواتكم، لاصحابكم، لقرايبكم، يعني ليه تستفيدوا لوحدكم؟ يا دون جيت كيب. واشوفكم الاسبوع اللي جاي.